مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا. ناس كتير جدا بيسالوني ليه التجار بيشتروا الفضه المستعمله، او ناس بتيجي يسالوني بتقول يا علي انت هتيجي تشتري الفضه دي هتعمل بيها ايه او هتستفيد بيها ايه؟ اعملوا سبسكرايب وتعالوا بينا نشوف 6 اسباب هقول لكم ليه التجار بيشتروا الفضه المستعمله. اول حاجه بيبص عليها التاجر بعد ما يتاكد طبعا ان المعدن ده فضه، ان هل الحاجات دي تمام. ممكن مثلا تطلي بلاتين، تركب فصين، تتلمع تلميعه كده، حاجات بسيطه كده وتعيد تاني ولا لا. لو تمام زي الفل، دي اول حاجه بيفكر فيها على طول التاجر. تاني حاجه بعديها بيفكر فيها التاجر لو الاولى ما نفعتش، يقول طب الحاجات دي ممكن مكسره سنه حاجه بسيطه كده ممكن تتلحم تاني، تتعمل مثلا القفل ده يتظبط يتغير قفل. الحاجات الاصعب شويه يعني ايه، حاجات متكسره تتلحم، حاجات عايزه تصنفر، حاجات عايزه تبرد، حاجات عايزه تتلحم، حاجات اصعب شويه في شغل الورشه هيكلفوا اكتر بكتير من الحاجات الاولانيه. دي تاني حاجه، وبرضه يعرضها بس بعد الكلام ده كله، بعد ما يصرف عليها المصاريف دي. دي تاني حاجه. تالت حاجة بيبص عليها برضو التاجر بعد لما التانية تفشل معاه، لما ما يلاقيش ان الحاجات دي ليها امل اصلا انها تتعرض، بيضطر يبص على ايه، على الحاجات اللي هي ايه اللي ممكن يستفيد بيها منها. مثلا اقفال، دلايه صغننه كده مدلدله، مثلا حاجات مدلدله كده يمكن يستنفع بيها. مثلا حته سلسله كده ممكن تعمل لها تعمل انسيال. يبص على ايه حاجات بقى اللي هي ايه ممكن تطلع منها باي فايده عامه، برضه تنفعه ويظبطها ويجددها. اصل دي الناس اللي عندها ورش، اللي عندها ورش بتجدد تعمل الكلام ده. في ناس كتير جدا ما عندهاش ورش ولا تشتري اصلا فضه، تشتري فضه مستعمله بتبيع بس. انا عن نفسي عندي ورشه في ميدان الجامعه بنعمل اي حاجه، بنشتري اي حاجه فضه عامه. فدي تالت حاجه بيشوفها، اللي هي حاجات اللي ممكن تنفعه يعني عامه. رابع حاجه اللي ممكن برضو لو التالتة ما نفعتش، يضطر بقى يعمل ايه، اللي هي يعني ما ينفعش حتى حاجات مفيده ولا اي حاجه، حاجات كلها متكسره ومدشمله مفيش اي حاجه عدله فيها. يبص على عيارات، يبص على العيارات. لو دي عيار 925 تمام، اوكي ماشي، حاجات تمام، ممكن ياخدها. بس هيعمل ايه، هيسبقها. من ضمنهم برضو الحاجات اللي هي يا جماعه مكتوب عليها اسماء، يعني مثلا كليه مكتوب عليه اسم مثلا، او دلايه مكتوب عليها اسم. الحاجات دي برضو طبعا مش تنفعه باي حاجه ايا كان فضه مثلا شكلها شيك او اي حاجه، بس مكتوب عليها اسم، كل ده بيتسبك. فبيضطر يشوف على الحاجات دي عيار 725، تمام 725 بياخدها يسبكها عادي خالص، يرجعها حته فضه تانية قد كده، ويجي يشكلها بقى من جديد بقى اي اوردر تاني يطلب منه انه اي حاجه تانية. فبس فدي الحاجه اللي بعدها على طول، دي رابع حاجه. ودي طبعا بالنسبه له بتقل في سعر اكتر عشان يبقى ليه نسبه مكسب اكتر شويه، عشان فدي يعني عليها تكلفه اكتر عامه عشان في سبك وفي مصاريف تانية اكتر، فعشان كده دي بيقل في سعرها اكتر. الحاجه اللي بعدها الخامسه، اللي هي لو لقى دلايه بقى كده، دلايه عاديه بس مليانه حجر كبير، فيها حجر كبير ولا فيها فصوص كتيره جدا، ده بقى بيضطر يلجا لايه، لفك الفصوص أو فك الاحجار او التقييم عامه، يعني عشان الحاجات دي لا دي وزنتها اتقل من وزنه الفضه، فهنضطر نفكه يا جماعه او نقيم نقدر تقريبا. عشان كده هو هيخسر يعني يجي يسبك في الاخر ما دام الحاجات مش نافعاه، هيجي يسبكها هيطلع له وزن اقل، فاضطر طبعا هيضطر يخسر من الفصوص ويخسر من الاحجار. لكن لو الحاجات دي هتنفع ما بيخسرش ولا فصوص ولا احجار. الحاجه السادسه بقى اللي هي الحاجه الاخيره، لو الحاجات دي طلعت عيار 800، ده بيبقى اقل سعر بياخده. 800 عامة ما بتنفعوش ولا بتنفعني ولا بتنفع اي حد عامة، بس نشتريها وخلاص برضو عشان برضو زباين وتفضل معانا عشان مفيش زباين تزعل مننا برضو، يبقى عندنا زباين برضو وتجيلنا مرة واثنين وثلاثة تاني. عيار 800 عامة ده يا جماعة مش بنستفيد منه خالص خالص. الحاجات مثلا متائل، حاجات تقيلة قوي نعرف نكسب منها حاجة عادي، اما حاجات خفايف كل دي لا، ولا تعمل حاجة ولا تعمل اي حاجة على عيار 800 دي. ليه؟ عشان لما بنزوقها كمان دلوقتي مفيش حد شغال بعيار 800، كله 725، كله 725. فبنضطر نحيفها على عيار اعلى من 925 عشان نقربها نوصلها ل 925 عشان نبتدي نشكل بيها، فيبقى وجع قلب نفضل نلف وندور كل ده
عشان نوصلها لكام؟ ل 925. فده طبعا دي بتبقى اسوأ حاجه، بس برضو بنشتريه احنا. وعامه الناس اللي عندها ورش على طول هتلاقي اي حد عنده ورشه بيشتري فضه. طبعا يا جماعه الاوزان الثقيله لما تيجي تتباع بتكسبنا اكتر، اما الاوزان الخفيفه مش هتكسب اي حاجه. ونفس الفكره برضه انتوا بتبيعوا وزن تقيله هتلاقوا مثلا سعر الفضه تقلت، وزن خفيف ولا هتعمل اي حاجه. المهم سعر الفضه عامه يا جماعه لما بيجي يتباع انا عايز اقول لكم برضه ان هو بيقل في سعره، الفضه بتقل في سعرها، وانا قلت الكلام ده في فيديوهات قبل كده ثانيه. ويا رب اكون افدتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني، تعملوا لايك سبسكرايب، ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليه. وشكرا.